قبل أي حاجة، خليني أقولك إن القلق مش مجرد إحساس. القلق زي فيروس صغير بيكبر ويسيطر على نومك وعلى تركيزك وعلى علاقاتك وعلى شغلك، ولو سبت له مساحة بيخليك شايف كل مشكلة 10 أضعاف حجمها الحقيقي. واحد من أخطر جوانب القلق إنه يخليك تعيش في زمن غير زمنك، تلاقي نفسك مرمي بين بكرة اللي لسه ما جاش وامبارح اللي خلاص خلص، وتنسى اللحظة اللي انت موجود فيها دلوقتي. وديل كارنيجي بيقولك أول درس: لو قدرت تعيش يومك، بس يومك فقط، هتلاقي إن 80% من قلقك اختفى. لأن اللي بيدمرك مش اليوم اللي انت فيه، اللي بيدمرك هو الأيام اللي في دماغك مش في الواقع. خليني أطلب منك قبل ما نكمل طلب بسيط، ولو انت بتسمعني دلوقتي يبقى أكيد الكلام يعنيك. اعمل اشتراك وفعل الجرس، لأن مجهز لك سلسلة هتغير حياتك حرفيا، وهتخليك أكتر هدوء وثقة وسيطرة. نرجع للكتاب. الكاتب بيقول إن أغلب القلق اللي بنعيشه سببه توقعات مش حقيقية. العقل بيحب يخوفك باللي ممكن يحصل، مش اللي حصل فعلا. علشان كده ديل كارنيجي بيقدم قاعدة ذهبية اسمها قاعدة التحليل الصريح. اسأل نفسك 4 أسئلة: